قالت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر إن الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية من الذين لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية، يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. وأضافت الجمعية ذاتها ضمن بلاغ لها أن الجرائم المسجلة حينها تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوي أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية. وفي هذا الإطار قال أحمد نور الدين الخبير في العلاقات المغربية الجزائرية إن جمعية ضحايا الطرد التعسفي والقسري من الجزائر بمناسبة إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية بسبب ترحيل أطفال أوكرانيين، حسب ما ورد في المذكرة الدولية، تناشد الدولة المغربية أن تتبنى ملفها وتترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم الجرائم نفسها بالنسبة للأطفال المغاربة المهجرين قسرا بالآلاف.